اعملوا الرز بشعريه بهاي الطريقه لانه مستحيل ما ينجح معكم. قول بسم الله ومندوق. شايفين الاولاد بكيفوا عليها. يا سلام. سلام. هلا اول شيء نبلش فيه نسمي بسم الله. عندي هون كيلو الا ربع من صدور الدجاج. نلبس الكلوفز. بدي اشرح صدور الدجاج بهذا الشكل. ناخذ اول شيء بالعرض، بعدين شرحه تشريح. بعد ما قطعناهم نحطهم بجاط، بدي اضيف عليهم معلقه كبيره من البهارات المشكله. انا عندي هاي البهارات خلطه كتير طيبه خاصه مع الدجاج. بنخلطهم بشكل منيح. عندي مقلاية على النار، بدي اضيف عليها شويه زيت. بس يا ما عندي الزيت ضيف عليه الدجاج. ولازم نشتغل على نار عاليه حتى الدجاج ياخذ لون معي، ما ينسلق سلق. هلا هيك بعد 7 دقائق على نار عاليه. شايفين كيف تحمر مع الدجاج؟ هلا بنشيله ونحطه على جنب. هلا بنفس المقلاي اللي قلينا فيها الدجاج بنضيف عليها قطعه من الزبده. بعد ما ذابت الزبده بنضيف عليها حبتين بصل ناعمين. هلا بدي استنى البصل حتى ياخذ لون معي. هيك بعد ما اخذ لون عندي البصل بضيف عليه علبتين من الفطر مغسولين بشكل منيح مصفيين. هيك بعد ما تحمص شوي عندي الفطر بضيف عليه معلقه صغيره من بهارات مشكله او بهارات الدجاج او اي نوع بهارات انتم بتحبوه، مع ظرف واحد من الماجي البودره. هلا بضيف معلقتين كبار من الطحين. ولا كمان بدي ارجع احركهم بشكل منيح. بدي استنى الطحين حتى يتحمص معي، يعني تقريبا شي 3 4 دقائق على نار هاديه عشان ما يحترق معنا. هلا هيك بعد ما حمصت الطحين بدي اضيف عليه الحليب، تقريبا شي كوبين من الحليب. بدي اضل محرك لحتى يغلي معي. هيك بعد ما غلي معي شايفين كيف سماكته صارت؟ ولا احلى من هيك. بنضيف عليه الدجاج اللي قليناه اول شيء. بسم الله. بنرجع بنحرك. ايه شوفوا المناظر ما احلاها. تشهي نبضات القلب. طبعا هاي بتنعمل بالكريمه، اللي ما عنده كريمه بيقدر يحط حليب مع زبده. يا سلام. عندي طنجره على النار بضيف عليها تقريبا شي نص كوب من الزيت. نصيحه جدا مهمه بالنسبه للرز، الرز اذا بدكم اياه ينجح معكم كتروا عليه زيت عشان ما يخبص معكم. هلا بنضيف عليه شويه شعريه. انا بحب الشعريه تكون زياده بالرز. بعد ما صارت الشعريه بهذا اللون بدي اضيف عليها المي. بسم الله. بعدين بنضيف معلقتين صغار من الملح. ممكن تضيفوا ملح ممكن تضيفوا ماجي، فلاني انا حطيت ماجي بالدجاج رح احط ملح هون. هلا بعد ما غليت المي بدي اضيف عليها رز منقوع. نقعته لمده نص ساعه بعدين صفيته بشكل منيح. بسم الله. شايفين عيار الرز مع المي؟ هيك لازم يكون، يعني لازم يكون فرق 1 سنتي بين المي وبين الرز. هيك بتعرفوا انه عيار الرز مزبوط 100%. واللي بيحب يعير كل كاسة رز تاخذ كاسة وربع من المي. هيك بعد ما غليت معي المي بدي غطيه ووطي الغاز على الاخير واتركه لمدة ربع ساعة بالضبط. هلا هيك بعد ربع ساعة مكشف عليه. ايه بشهي نبضات القلب. شايفين كل حبة بحبتها طالع. بنجيب صحن بهذا الحجم بنعبيه رز. بعد ما عبيته بهذا الشكل بدي اكبسه بالمعلقة عشان يطلع معي مثل القالب. شايفين كيف صار معي؟ بنجيب صحن بهذا الحجم وبنقلب وبنرفع. ايه بنضيف جنب الرز الدجاج اللي عملناه. نحط له رشة فلفل اسود. اطيب صحن رز بشعرية ناجح 100% مع وصفة دجاج ستراغانوف تشيكن. قول بسم الله ومندوق. طعمه لا يقاوم، ولا اطيب من هيك طعم، خاصة الاولاد الصغار كثير بحبوها. انا عندي جود بيعشق هاي الاكلة. يا جود. طيب كتير. يلا بسم الله. صحة وهنا. شايفين الاولاد بكيفوا عليها. اعملوها بهاي الطريقة واعطوني رايكم بالتعليقات. لانه عن جد اكلة. صحة وهنا. عيبة. يا سلام. سلام. يا حمام. بتشهي القلب.